السلام عليكم. عمرك جربتي كده سلطة طعمها إيطالي 100%؟ ممكن تتحضر كمان من اللي موجود عندك في التلاجة. عندك فراخ، عندك جمبري، عندك سلمون، عندك صوابع كابوريا. بصوا يعني أنا بديكي سلطين، نوعين سلطة مشهورين جدا في إيطاليا، وانتي تتفنني أو تختاري على حسب الموجود عندك في التلاجة. أول حاجة هنجيب مية ونحط فيها ملح، وبعد كده نسلق كوباية رز. طبعا هنا في إيطاليا بيستخدموا رز معين للسلطة دي، بس أنا استخدمت رز العادي عشان أعرفك إن نقدر نستخدمها بالرز العادي المصري. استوى الرز، يعني خلوا فيه يبقى فيه تكة قرشة بسيطة قوي، وهنزله واصفيه واغسله بمية ساعة واسيبه لغاية ما يبقى. اول نوع سلطه بالتونه والبيض. علبه تونه، استخدمت بضايه ده لشخص او شخصين لو هناكلها مع الاكل. لو هتاكلها وجبه يبقى لشخص واحد. الطبق ده كامل متكامل يا جماعه، يعني نقدر ناكله سلطه، نقدر ناكله طبق، مش نتاكل جنبي اي حاجه، يعني وجبه كده متكامله لوحدها. حطينا رز، حطينا مايونيز، طبعا تحطي على حسب الذوق، في ناس تحب كتير، في ناس تحب قليل. انا حطيت حوالي معلقتين، شويه ملح، شويه فلفل اسود، وخلي بالك من الملح لان احنا حاطين في ميه، في الملح في ميه الرز، فانت تدوقي وتشوفي. شويه بقدونس وشويه شطه اختياري. بس يا جماعه شايفين احنا محتاج فيها في الصيف حاجات كده يعني سريعه وفي نفس الوقت ما تبقاش سخنه، ووجبه متكامله ومغذيه جدا. شويه رشه بقدونس، ودوقي الطعم الجميل الحلو الخرافي ده. الوصفة التانية هنحط شوية زيت زيتون أو زيت عادي، هننزل بيه كوسة، يعني ده برضو لفرد واحد. كوساية واحدة نقطعها زي ما انتوا شايفين كده، لو هي كبيرة نقطعها أربع أرباع، لو هي صغيرة شوية نصين، ونشوحها وملح وفلفل. هناخد شوية رز، النص كوباية، بقية النص الأولاني، المقدار الأولاني، ونحط شوية بقدونس، بشر ليمونة وعصرة ليمونة. وبعد كده هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنحط كمان مستردة، معلقة مستردة، ونظبط الملح بتاعنا وشوية فلفل اسود وشوية الزيت زيتون كمان كده. وقطعنا هنا سلمون مدخن. طبعا نقدر نستبدله بأي مكونات تانية يا جماعة، نقدر نستخدمه بجمبري، صوابع كابوريا، نقدر نستخدمه بفراخ مقطعة صغيرة متشوحة كده، مشوية، مقلية. بصوا السلطة دي يعني غيري في النكهة، هتلاقيها طعمها حلو جدا بكل الاختيارات. حاجة كده في منتهى الجمال يا جماعة. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا جدا، واحفظوا الفيديو، ولو هتعملها قريب ابعتيها لصاحبتك اللي بتحب التجديد وتحب تقفش في المطبخ كتير. تابعيني لو عايزة وصفات سريعة ولذيذة زي دي كل أسبوع، وأقول لكم بالهنا والشفا والسلام عليكم.